نسمع الفيديو ده وبعدين نعلق عليه. نعبر عن تضامننا المطلق واللا مشروط مع إيران الشقيقة الشعب. المحنة اللي بتتعرض ليها دول الخليج والسعودية أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن السعودية ودول الخليج كيان واحد، مصير واحد، أو زي ما احنا بنقول بالمصري ملهمش إلا بعض. أما باقي دول المنطقة فهي ظاهرة صوتية، ودينا سمعنا الجزائر بتقف قلبا وقالبا مع إيران. وعايز أقول لكم أن هناك كثيرين من الشامتين وآخرين يشجبوا وينددوا. من الآخر دول الخليج والسعودية تقف بمفردها في مواجهة هذا العدوان الغاشم. يا ترى عرفنا إيه الدروس المستفادة من الهجوم الإيراني على السعودية ودول الخليج؟ أول حاجة إن الخطر الأعظم الذي يواجه السعودية ودول الخليج هي إيران، وأن النظام الحاكم في إيران لابد أن ينتهي إلى غير رجعة. برضو كان من الواضح أن النظام الدفاعي في السعودية ودول الخليج نظام قوي وذو كفاءة عالية. وأنا في رأيي الشخصي أن منطقة الخليج والسعودية لابد أن يكون بها قوة ردع، وقوة ردع غاشمة. مش كل إنسان مجنون فاقد الأهلية يروح ضرب السعودية ودول الخليج بالصواريخ. ده تهريج وكلام فارغ. وأنا في رأيي برضو إن السعودية ودول الخليج لابد أن تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما أوتيت من قوة للقضاء على هذا النظام الإرهابي.